سلام خواتاتي، مرحبا بكم في قناة عالم آدم. قناتي صغيرونة تحتاج دعمكم، من فضلكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك، وإن شاء الله نال إعجابكم. نبداو على بركة الله. الفيديو تاع اليوم فيه معلومات جد قيمة، إن شاء الله تستفادوا منها. نبدأ لكم بأول معلومة، هي على نبتة الخروب. يعني النبتة هذه محقورة بالعين صراحة، يلقوها تتباع سورتو يبيعوا هذوك الشياب اللي يقعدوا في الطريق، ولا تلقاهم يبيعوا الخروب. حنا صراحة ما تجيش في بالك تاكليه، ولا بس هذه النبتة فيها فوائد عظيمة. منها من أهم الفوائد تاعها يعني تحبس الإسهال، اللي يكره يشرب الدواء عليه ولا الخروب. والمعلومة الثانية على الريحة في الفريجيدير، سورتو كي نطيبوا بالبصل ولا بالثوم نلقاو تلك الريحة سما تغطي باش تغطي. ساعات نحطوا لافاني، كاين يحط لافاني هكا شويه في الفريجيدير باش تبين بصح ريحة لافاني تطغى. ما لا عليك على قطعة فحم ولا شويه بيكربونات، ما فيهمش الريحة بصح يمصوا الروائح تاع الفريجيدير. والمعلومة هذه في وقتها، وقت التشينة. اللي حاب يعمل عصير تاع التشينة وتكون عنده تشينة كي نقولوا احنا ملحمة واللي فيها جلدة، باش نفهمكم نبسطها لكم، الجلدة تاعهم تكون خشينة، يحطوها في الماء لمدة 10 دقائق، يعني ما يكون سخونة، تعطيكم كمية مرضية تاع العصير. ونفس الشيء للقارص. وهنا على البصل، يعني بالك 90%، وانا واحدة من هذه ما عبلش بالمعلومة بلي البصل الاحمر والابيض يتفرقوا. الاحمر يعملوه في الماكلة يعني يطبخوا به، والابيض يعملوه في السلطة، خاطر قالك الابيض فيه نسبة سكريات عالية شوي ويجي حلو. هذه اول مرة نعلمها، انا حبيت نبارطاجيها معكم وان شاء الله نكون فدتكم. هذه المعلومة تاني جدا مهمة، بعد كي ولاو يجيوك تضيف على غدرة وتحصلي وبعد يكون عندك دجاج في الفريجيدير ولا اللحم يعني في الكونجيلاتور يعني في المجمد، باه يدي جفري لك ليه ديري له الملح، اجبدي حطيه في الماء وزوز مغارف ملح بربي ان شاء الله نص ساعة الماكسيموم تقدري تقطعيه بالموس. والمعلومة هذه متقلش أهمية على اللي فاتوا. كي تحبي تنجح لك الوصفة تاعك تاع الكيكة ولا الجنواز ولا المولة الصغيرونة هذيك، سورتو البنات هذه من يتعلموا جدد الطبخ، ما عليهم غير يجبدوا المكونات تاعهم الفريجيدير لمدة على الأقل نصف ساعة. بربي إن شاء الله تنجح لكم وتجي كما تحبوا. وهذه المعلومة تاني ما تقلش كيما خواتها اللي فاتوا. الماء والقارص جد مهمين للاغريب، للشحمة اللي حيعبي نحي الشحمة، لا طونسيون اللي عنده لا طونسيون مرتفعة يهبطها بالقارص. كي تنوضي الصباح وتلقي روحك غير حيوية، يعني كي نقول حنا ناقص النشاط تاعك فابلة، كي نقولوا حنا يعني بعد الشر عليك بديتي تمرضي عليك على الماء والقارص، بربي ان شاء الله يرجع لك النشاط وبالدوبل. وان شاء الله هذا الفيديو ينال إعجابكم، وفضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وساهموا في تطويرها بالضغط على الجرس وعلى زر لايك. نحتاج دعمكم إن شاء الله، ما تبخلونيش. سلام، في فيديو واحد آخر.